تحولك الى الحراسه محمد، احنا شفنا اول شيء القميص مع ايفان كان هو اللي بيمسك، بعدين انت اللي مسكت. كان توجيه من المدرب بناء على شيء ما ولا مبادره منك انت؟ والله شوف، هو في الاول انه طاح هو المدرب اختار ابراهيم، بس ابراهيم يعني قام تناقل بينه يتحمل المسؤوليه، فانا قررت اتحمل المسؤوليه. ايفان راح اخذ التيشيرت وجابه لي، يعني تحمل المسؤوليه في الوقت، يعني احنا محتاجين بعض كنا في الوقت، ومساعد زملاء اللاعبين خلونا قد الثقه، والحمد لله يعني كنا نتمنى نطمح نعدل شيء في النتيجه. نعم، بس الحمد لله على كل حال. نعم. طيب محمد، هي مبادره منك يعني؟ ايوه مبادره مني. طيب هي اول مره انت تمسك حارس ولا كنت قد جربت في التمارين مثلا؟ والله في التمارين كذا اوقات تصير تحديات احنا مع ابو عمر وكذا، حسين، وفي المدرسه وفي الحاره، على خفيف على قولتهم. بس كانت مغامره كبيره منك يا محمد، باسمك ومغامره بتاريخك كهداف، يعني كان ممكن تحول الموضوع لنوع من التندر لو تسجلت عليك اهداف. ما كنت خايف من هذا الموضوع؟ والله كنت، يعني كان نادي النصر محتاجني في هالوقت، زين، والحمد لله كنت موجود يعني وتحمل مسؤوليه. يعني اي لاعب كان نعم عنده الفرصه انه بيسوي الشيء هذا نادي النصر. جمهور نادي النصر نحاول نقدم له الشيء الكثير، بس المباراه هذه يعني ما الله كتب انه نقدر نسعده، وان شاء الله انه نحاول نسعدهم الفترات الجايه ونقدم شيء افضل واحسن ان شاء الله. طيب اليوم صديت على الاقل 3 كرات، يعني جتك محمد مكان ما انت واقف ولا كنت مركز الصراحه؟ لا والله كنت مركز يعني في الباب، والحمد لله انا قدرت اصدها يعني. اليوم طيب بدعت اجل كحارس، مو مغري انك تغير الخانه خاصه من العقود العاليه للحراس زي محمد العويس؟ والله بستشير محمد العويس الطريقه اللي سواها اسوي زيه. الموضوع مغري ها ترى، يعني في عقد عالي وفي بنتلي. بستشيره بشوف الطريقه حقته. طيب ارجو لك التوفيق، شكرا محمد على هذه التوضيحات.